السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المتابعين. في الفيديو بتاعنا اليوم حنحكي على نقطة مهمة جدا، والنقطة هذه شائكة ومعقدة وصار فيها كلام واجد، والناس العاديين أو الزبون العادي أو المواطن العادي اللي ماهوش متعمق في موضوع العطور صير عنده خلط ومش فاهم شيء، ويسمع في الكلام من هنا ويسمع في الكلام من هنا. في الفيديو هذا حنحكي فيها ونحاول نحن نوصلوا لكم المعلومة صحيحة. في ناس منكم حيقتنعوا بالكلام وفي ناس مش حيقتنعوا بالكلام، وعن نفسي أنا مقتنع بالكلام هذاهي 200%. والنقطة اللي حنحنا نحكوا فيها في الفيديو اليوم اللي هي: هل في اختلاف ما بين جودة العطور ما بين السوق الحرة ودبي ومالطا أو مثلا الاتحاد الأوروبي؟ طبعا في ناس واجدين بكر حيقولوا في فرق، تمام، لكن تعالوا نحسبوها بالعقل. طبعا ركزوا معي، نحن نحكوا في الاصلي هنا، ما نبغوش ننتقلوا من كلمه اصلي ونقولوا درجه اولى، لان لو نحن طلعنا من كلمه الاصلي وقلنا درجه اولى من غير نقولوا درجه بس، معناها نحن هيك خشينا في التقليد. خلونا في جزئيه واحده بس اللي هي الاصلي، تمام، ما بين الدول الثلاثه هذين او المناطق الثلاثه هذين. اعتبروني اني انا ما نفهم الشيء بكر في العطور، جيتوا سالتوني قلتوا لي هل في فرق ما بين جودة العطور ما بين الديوتي فري السوق الحرة ومالطا مثلا ودبي؟ حنجي انا ناخذها ونحسبها بالعقل، ونفترضوا مثلا ناخذ على سبيل المثال شركة ديور معروفة عندكم كلكم تعرفوها. ناخذ ديور يصنعوا فيها عطور، تمام. تخيلوا معي ان ديور انه هو حيدير 3 انواع من الجودة، يعني جودة عالية جدا للسوق الحرة، وجودة متوسطة شوية لأوروبا ومالطا، وجودة رديئة جدا لدبي. صدقوني لو ديور أو شركة ديور دارت الحاجة هذه حيفقد من حوالي ما يقارب عن 90% من زبايننا. ليش؟ لأن الزبون حيقعد يقول لا أنا نبي ناخذ عطور دبي، عطور سامحوني عطور ديور من السوق الحرة لأن جودة عالية. والشخص الآخر يقول لك لا أنا نبي من مالطا لأن جودة ممتازة حتى هي. وبعد ما نجوا نوصلوا لدبي أو الشرق الأوسط يقول لا فكنا منها لأن جودة رديئة. وطبعا ديور كشركة كبيرة مستحيل إن هي حتفكر بالطريقة هذه، لأن هذا سمعتهم وحيخسروا زباين واجبك. وفي ناس حيقولوا لي لا في فرق، فاللي بيقول لي في فرق هذا هو مقتنع به، لكن أنا كقناعتي الشخصية ونحسبها بالعقل قاعدين نحسبوا فيها. هذه النقطة الأولى. تعالوا النقطة الثانية، تخيلوا أن ديور مثلا دارت 3 خزانات، نحكوا عربي هيك، داروا 3 خزانات عطور، واحد جودة عالية جدا للسوق الحرة، والآخر جودة أقل شوية لمالطا وأوروبا، وجودة رديئة ثالثة لدبي. ويجوا بيصنعوا العطور، تمام، وعبوا العطور تمام 100 يجيهم اوردر، والله نحن نبغى نوصلوا البضاعة وين بضاعتكم، والله نبغى للسوق الحرة، لا خذوا من البضاعة هذه، تمام. وحدين نقول لك لا والله جانا اوردر واحد اخر نبغى لدبي، لا دبي فوتوهم اعطوهم البضاعة هذه، وهو هيك حيقعد حايس ويقعد معلم البضاعة هذه والبضاعة هذه والبضاعة هذه. فالكلام هذا ما هوش منطقي عندهم هم، وما يشتغلوش هم بالطريقة هذه. النقطة الثالثة اللي بنحكي فيها، هو يصنع فيه مثلا 200 ألف قطعة، مليون 2 مليون، ويوزعهن على مستوى العالم. ما يعرفش شيشة العطر هذه وين ماشية، هل هي ماشية لليبيا، هل هي ماشية لدبي، هل هي ماشية للسوق الحرة. فهو يصنع وينتج ويوزع في جميع أنحاء العالم. ما عندهش الوقت باهي باش انه هو يدير 3 أنواع، يعني 3 جودات مختلفة، ويقعد يوزع هذه وين ماشية وهذه وين ماشية. فهو حيدير الروح صداع ومشاكل ووجيج، وحيخسر ثقته مع الزباين. فاللي مقتنع به أنا أن شركة ديور، والموضوع هذا كله ماشي على جميع شركات العالم، أنه هو يصنع في عطور ويوزعها على جميع أنحاء العالم بغض النظر البضاعة هذه وين ماشية. في منكم ناس حيقتنعوا بالكلام هذاهي، وفي ناس مش حتقتنع بالكلام هذاهي نهائي، لا يقول لك لا في فرق. في حاجة أخرى بنقولها لكم، ونحن قلنا لكم من بداية الفيديو إن نحن نحكوا في الأصلي بس، ما نبوش نحكوا في درجة. بتقول لي في دبي تقليد، في تقليد في دبي درجة أولى كوبي. وزي ما قلت لكم لما نطلع من خانة كلمة الأصلي ونمشوا نقولوا درجة، معناها نحن انتقلنا لشنو؟ انتقلنا للتقليد. وفي بعض جماعة المحلات سامحهم الله، ومش عارف هل هم فاهمين أو مش فاهمين أو هي بس كلمة يقولوا فيها وخلاص، يقول لك عطر درجة أولى، هو يقصد بها الدرجة أولى إنه هو أصلي، ونحن نعرف العطر إنه هو أصلي. لكن لما نقول أنا على عطر درجة أولى ونقصد إنه هو أصلي، معناها نعتبر أنا تقليد، لكن الأصلي معروف أصلي، والدرجة الأولى معروف درجة أولى، معناها هيك كابي، يعني طلعنا من خانة الأصلي وخشينا في خانة الكابي. في مصطلح واحد آخر
يقولوا فيه جماعة المحلات وبرضه ربي سامحهم على الموضوع هذا، لأن شوشوا للناس العاديين عقولهم. يقول لك تعبئة دبي. سامحوني، كلمة تعبئة كيف تقصد أنت؟ هل أنت تقصد أن العطر يجي لدبي مثلا من ديور ويقعد في دبي، أو موزع غادي في دبي، أو وكيل دبي أو وكيل ديور في دبي يقعد عند العطر موجود مادة خام وهو ياخذ في الشيش ويعبي ويكرشم ويغلف ويبيع فيه عنده غادي؟ هل أنت تقصد هيك مثلا؟ فحاجة اسمها تعبئة، معناها لما نقولوا تعبئة معناها احنا خشينا في التقليد. العطر يا ناس حاجتين، يا أصلي يا تقليد، ما فيش منها درجة أولى ودرجة ثانية. والكلام نقولوا درجة معناها خشينا في التقليد. فهنا الموضوع إن شاء الله يكون الموضوع وصل لكم، وأنا عن نفسي أنا مقتنع بالشيء هذاهي. ونتمنى أن حتى المواطنين العاديين أو الزبائن العادية وكذلك أصحاب المحلات فكوكا من كلمة، أنسوها بك كلمة إعادة تعبئة في دبي، لأن دبي ما فيهاش إعادة تعبئة، عندهم أصلي وعندهم تقليد. متفقين ان شاء الله في الموضوع هذاهي. في حاجه اخرى انا بنقولها بس غابت علي لان انا بصراحه مانيش مسجل في ورقه. حكينا نحن في الموضوع بتاع السوق الحره ودبي ومالطا والكلام هذا، وحكينا في اعاده تعبئه. في نقطه واحده اخرى برضو سمحهم الله جماعه المحلات، بش انه هو يجد مثلا عنده عطر سعره غالي جدا، مثلا نحن نقول سعر العطر حقه 200 دينار، تلقى عنده هو ب 250 او مثلا نقولوا 350 دينار. باهي، فهو بيقنع الزبون انه هو بضاعته اصليه، يقول له انا بضاعتي راهي جايه من مالطا مش من دبي. فهو هيك اوحى للزبون ان بدبي بضاعتها تقليد، او صاحب المحل الاخر يبيع باقل منك راهو بضاعتها تقليد. والموضوع هذاهي سبب تشويش في المواطن العادي والزبون العادي. يا اخي يقول سعرها 350 دينار، لقيت انا ب 250، لا سعر كويس ممتاز، لكن ما تشوهش معاك يا اخونا اسم دبي. راهو يا ناس دبي فيها بضاعة أصلية وفيها بضاعة تقليد، وليبيا فيها أصلي وفيها تقليد، والعالم كله قاعدين يحاربوا في التقليد ومش قادرين. لكن باش أنت تقنع الزبون أن أنت بضاعتك أصلية، تقول له لا أنا والله بضاعتي من السوق الحرة وتكذب مثلا، أو تقول أن بضاعتي أنا مش من دبي راهي جاية من مالطا. يا أخي شيشة العطر الأصلية اللي موجودة في مالطا هي نفسها اللي موجودة في أوروبا، هي نفسها اللي موجودة في دبي، لكن ما تشوهش سمعة دبي وتقول لا انا بضاعتي مش من دبي، باش انت تغلف او تخفي فكرة ان السعر غالي وتغطي على المشكلة هذه وتقول انا بضاعتي اصلية مش بضاعة دبي. انت لما تقول بضاعتي اصلية مش بضاعة دبي، معناه انت اوحيت للزبون او وصلت له معلومة او فكرة ان بضاعة دبي راهي تقليد. وزي ما قلت لكم وراهي شيشة العطر الاصلي، نحن نحكوا في الاصلي، اللي موجودة في دبي اصلية، نحكوا في الاصلي، اللي موجودة في مالطا اصلية، اللي موجودة في ليبيا اصلية. يعني شيشة العطر الاصلية في جميع انحاء العالم قاعدة موجودة. وللاسف جماعة المحلات شوهوا سمعة دبي بالطريقة هذه. يعني دبي خشت في الكرعين وعدت في الكرعين. قعدنا نقولوا لما نقول الزبون بضاعة دبي يقول لك لا دبي فكني منها بضاعة تقليد. يا أخي مش تقليد، بضاعة دبي أو دبي عندهم وكالات باهي رسمية وأصلية أكثر من نحن في ليبيا، وتجي أنت هنا في ليبيا تقول لي لا بضاعة دبي فكني منها. فإن شاء الله تكون الفكرة وصلت والفيديو يكون واضح، وفي ناس حتقتنع وفي ناس مش حتقتنع بالكلام بتاعي، لكن أنا عن نفسي أنا مقتنع بالكلام هذاهي. وفي ناس يكتبوا لي شوية تعليقات وحنضطر أني أنا أرد عليهم في الفيديوهات، وخصوصا فرق السعر ما بين السوق الحرة مثلا وليبيا، أو مثلا من السوق الحرة ومثلا وأي دولة أخرى. وهذا تبي موضوع بروحه وفيديو بروحه. ونهاركم مبروك إن شاء الله وعدوكم مهلوك. السلام عليكم.